انا متعود اجي الغابة دي كل يوم تقريبا. الغابة بالنسبة لي زي بيت تاني، بروح لها عشان اهرب من دوشة الدنيا، وبحب ريحة الشجر وصوت العصافير والهدوء اللي مش بلاقيه في اي مكان تاني غيرها. كنت فاكر ان الغابة دي امان، لكن النهاردة اكتشفت انها ممكن تتحول لكابوس حي. وانا ماشي وسط الطريق اللي حافظه خطوة بخطوة، لفت نظري حاجة غريبة مرمية على الارض. الاول افتكرتها حجر كبير او جذع شجرة، لكن لما قربت لقيت انها بيضة ضخمة بشكل مش طبيعي. وقفت مذهول قدامها، ايه اللي بيعمل بيض بالحجم ده؟ بدأت الف حواليا وقلبي بدأ يدق بسرعة، ومخي مش قادر يستوعب. في اللحظة دي سمعت اول صوت حاد، زي لما حاجة بتتكسر ببطء. البيضة بدأت تتحرك والشرخ بيكبر، وكل ثانية كنت حاسس بالخوف. البيضة اتكسرت وطلع منها كائن غريب، جسم ديناصور وعليه راس ماما. أول ما الحركة بتاعت الكائن ده بدأت حسيت جسمي كله اتشل، وبعدين فجأة لقيت رجلي بتجري من غير ما أفكر. جريت وجريت، قلبي بيخبط في صدري. كنت سامع ورايا أصوات غريبة، صوت خدش على الأرض وخبطات كأنها خطوات تقيلة، بس مش متأكد إذا كانت ورايا ولا عقلي بيتوهم. وأنا بجري وسط الشجر الأرض نفسها بدأت تتهز. الأول افتكرت إن في تعبان أو كائن غريب، أو أنا بتخيل، لكن الهزة كانت بتزيد، وكنت سامع معاها أصوات خطوات أعمق وأتقل. بصيت بسرعة وهناك قدامي شفت كابوس تاني، ديناصور ضخم رجليه زي أعمدة بتخترق الطين، وكل ما يدوس على الأرض بتتهز. المنظر خلاني اتجمد للحظة، بس الرعب خلاني أرجع أجري تاني، ومع كل خطوة الأصوات بتزيد. بصيت شمال لقيت ظل كبير بيتحرك وسط الضباب، وبصيت يمين لقيت واحد تاني، كان واضح مش ديناصور واحد، ده قطيع كامل بيتحرك ورايا. حسيت اني اتحصرت زي فريسة صغيرة محشورة بين وحوش. فضلت اجري، كنت بجري وارجع ابص ورايا، ومرة لمحت البيضة اللي سبتها فضلت تتشقق اكتر واكتر، وسمعت صوت زئير غريب بيطلع من نفس الاتجاهات، المومو على شكل ديناصور. الخطوات حواليا كانت بتقرب، كنت سامع صوت انفاس تقيلة وحوافر ضخمة بتدوس على الارض وبتكسر في الاغصان. قلبي كان بيتقطع اسرع من اي وقت، وايدي بتترعش وانا بحاول ازيح الفروع واحاول اهرب من الغابة دي. ما فكرتش، فضلت اجري، الدماغ مش شغالة غير بفكرة واحدة، لو وقفت ثانية هتمسك وهنتهي. الخوف اتضاعف ودماغي بدأت تلف، ازاي في مخلوقات زي دي هنا؟ ازاي اللي بيحصل في الغابة ده؟ كل اللي كنت عارفه اني لازم اهرب، لكن كل شجرة شبه التانية وكل طريق بختفي جواه حسيت اني تايه، مش عارف ارجع.